في قناة اسأل مجرب مع نرمين، والنهارده هقول لكم تجربتي مع القلاية الهوائية في رمضان. يلا نجمع. النهارده بقى هقول لكم تجربتي عن القلاية الهوائية. انواع واشكال كتير جدا في السوق واحجام كمان، حسب امكانياتك وحسب الريفيوهات اللي سمعتيها عن كل واحدة انت بتروحي تشتريها. تجربتي عن القلاية الهوائية بتتلخص في ان انا عايزة اعمل اكل صحي، زيوت اقل، علشان نقلل الكوليسترول، نقلل الدهون، نقلل استخدامنا للزيوت المصنعة، وفي نفس الوقت نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. حد مريض سكر أو حاجة ربنا يعافيكم، أو حد كوليستروله عالي أو الكلام ده كله. فأنا دورت ولفيت وشفت، فلقيت القلاية دي بالنوعية دي اهيت. ديت أفضل قلاية أنا لقيتها بصراحة. هي شكلها عامل كده، جاية فيها ايه، جايه بالشكل ده بالظبط، مفيش فيها اي حاجه تانية. قلايه جايه كده، هصورها لكم عن قرب اهو. جايه بالدرج ده اهو، ده شكلها من بره اهو. دي زراير كده فيك، ما بتعملش حاجه، ده رسمه بتقول لك كل حاجه بتستخدمي لها ايه، يعني كل حاجه بتعملي لها ايه، بتستخدمي لها ايه. لو لحمه، لو فراخ، لو بطاطس، فلو خضار بيقول لك، او سمك، تعملي على انه درجه حراره ومده قد ايه والكميه قد ايه. تمام، دي من فوق. تمام. هنا في الوش هنا في الزرارين دول، ده واحد عشان تعملي التايمر بتاع الوقت، ده اول واحد. وده الحراره بتبدا من 0 لغايه 200 اهي. الحراره من 0 ل 200. فاحنا هنا بنعمل الايه، ده تايمر الحراره، ده تايمر الوقت. تمام. هنا الدرج اهو وسعته من جوه اهي. هو جاي معاه ايه؟ جاي معاه الشبكه دي بس. الشبكه دي بتتشال بكل سهوله كده وبتتحط. تمام. يبقى احنا كده شفنا القلايه، شفناها كشكل اهي، داير ما يدور اهي بالشكل ده اهي، لونها اسود في فضي. تمام كده. ايه تاني بقى عايزين نعرفه؟ انا بعمل فيها كميات دلوقتي على تلت ساعه مثلا، وبظبط الحراره طبقا للحاجات اللي هي موجوده في الظهر هنا، طيب، او فوق هنا. طيب انا مثلا كل شويه بفتح الدرج وهي شغاله، وهوريلكم دلوقتي، وابص على الحاجه اللي موجوده فيها، هل الحاجه بدات تحمر، هل محتاجه ان انا اقلبها، فبعمل كده. تمام. دايما معايا الرشاش بتاع الزيت ده. في حاجات بحط عليها زيت لازم وارش زيت، وفي حاجات ممكن اسيبها منها فيها كده وتستوي مع بعضها كده بالزيوت اللي جواها. لو انا متبله فراخ، لو انا مثلا متبله لحمه، لو انا عامله سمبوسك ما بحطش عليها زيوت خالص ولا دهون. لو انا عامله مثلا ايه تاني، قطايف، القطايف بتحتاج رشه زي دي كده. البطاطا لو انا بسلق بطاطا او بعمل فيها بشوي فيها بطاطا، محتاجه ارش شويه ميه مش زيت. لو انا بعمل بطاطس محتاجه برضو رشه زيت عشان تدي لها ايه، لون كده وتبقى حلو. طيب هنا بقى يا اما بحط على الشبكه بس بتتوسخ، سمبوسك بجبن، بتسيح الجبن هنا وبتلزق وما بتعرفيش تشيليها. بشيلها ازاي وهي فاضيه كده ولازق فيها الجبن؟ بحطها كده وبشغلها 10 دقايق ولا حاجه. تمام. وبسيبها، وبعدين افتح بفوطه نظيفه، ثواني، بفوطه كده نظيفه انا مخلياها للقلايه، بمسح وهي سخنه، بنضفها وهي سخنه، فبيتشال اي زيوت فيها واي دهون واي حاجه. تمام. وارجع تاني اقفلها، خلاص هي كده اتنضفت. طيب لو انت عايزه تتفادي موضوع ان انت كل شويه تنضفيها دي، تعملي ايه؟ هقولك. بتجيبي بقى الحاجات دي، طبق سيليكون ده ب25 جنيه، ده بحط جواه الحاجه وبتنزل بقى جواه وكده، ويا دوب انا اغسل الطبق. او الاسهل كمان اللي هي الورق ده، ورق القلايه ده، هو خفيف، بفرده. يعني انا دي ورقه انا مستخدماها اهي، ورقه انا مستخدماها اهي. اي زيوت اي حاجه بتشربها بتنزل فيها، اي جبن بتسيح مش عارفه ايه بتنزل فيها، فخلاص هي كده بتفاديلي وبتنضف لي الاير فراير. تعالوا بقى ندخل على اهم نقطه، هل هي عمليه، هل هي كويسه، هل هي مفيده ولا لا؟ ايوه يا جماعه، هاتوها وعلى ضمانتي. دي كام لتر؟ دي 7 لتر
بكام؟ جايباها ب4000 جنيه. هاتوها يا جماعه وعلى ضمانتي، بتوفر لك في الوقت، في المجهود، في الزيت، اكلها صحي، طعم الحاجه فيها مش وحش، مش بتطلع الحاجه مجلده. انت طالما فهمت لها هتعملي الحاجه وتسويها صح. يعني مثلا وانا بعمل البطاطا لقيتها ناشفه، فابني قال لي يا ماما حط شويه ميه صغيرين، حطينا شويه ميه احيت البطاطا وبقت جميله. فالبطاطس ما تطلعهاش حمرا على الاخر، طلعها فرم فريتس كده، مصفره طريه من جوه، مقرمشه من بره، حلوه، وهكذا. فهمتوا الدنيا فيها ايه؟ فانت عشان التجربه تبقى ناجحه بالنسبه لك لازم تفهميها كويس. لكن من ناحيه هي افضل ولا الفرن، هي سريعه منجزه، ما فيهاش المشاكل بتاعه الفرن. زي مثلا ايه؟ ان هو بتحط فيه حاجه قليله وهو كبير، ان هو ساعات بيتكتم، ان هو مش عارف ايه. فدي اسهل. ممكن كمان تسخني فيها، يعني بتحط الحاجه هنا مثلا وتسخنيها، بتسخن، يبقى هي بتعمل اكتر من حاجه، بتسخن، بتسوي، بتحمر. يبقى هي تجربتي معاها ناجحه جدا، وخاصه في رمضان هي منجزه جدا في رمضان. وانا حبيت انقل لكم تجربتي مع القلايه الهوائيه في رمضان. عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في التجربه، وهل حد جربها وما نجحتش معاه، وهل كلامي صحيح ولا لا. بحبكم جدا، واهلا بيكم في قناه اسال مجرب مع